عندنا سوب الدجاج الرهيب. هنا عندنا الدجاج منقوع ومغسول كلش زين، وبتيته وراس بصل وجزر وكركم وبابريكا ونومية بصرة ودارسين وبهارات تشريب دجاج وعود قرنفل إذا ما متوفر، ورق غار، وأكيد زيت. وهنا خلينا زيت كلش قليل، لازم نحمس الدجاج، ضروري يكون الدجاج مغسول كلش زين. نضيف البصل فوقه والجزر ونحمس نحمس نحمس. نقبقه ونعوفه، نرجع له ورا ربع ساعة نضيف البوتيته، وهم نرجع له ونقلبه على الجهة الثانية بترتيب حتى من كل الجهات يحمس. وهنا عندنا حمس ورا نص ساعة. نضيف البهارات ونقلبهم. لاحظوا شلون لجع الجدر، هذا شي كلش ضروري ينشف المي مال الدجاج. إذا عندكم متوفر هيل خلوا هيل. ونقبقه ونعوفه شويونة ونرجع. شوفوا لاحظوا شلون حلو حمس وشكله وريحته تجنن. نضيف مي حار فوق الدجاج ونقبقه ونعوفه. نعوف على نار وسط. نضيف هيجي بصلاية أو الداخل اللي بالبصلاية حتى يشيل كل الزفر اللي موجودة بالسوب. الملح نضيفه، نحاول قريب ما يريد يستوي الدجاج لأنه ما ينضاف بالبداية. لاحظوا الدجاج شلون استوى والسوب صار يخبل. الوقت اللي يظل بيه هو ساعة لأنه عفت على نار ناصية، يعني عفوا أقل من ساعة. وهنا عندنا استوى. نحاول نمرد بوتيته هنا حتى تثخن السوب، يثخن من نمرد بوتيته، البوتيته اللي موجودة يعني. وهنا قلت أطلعه أقليه، يحبوه هنا مقله. طبعا أنا عائلتي صغيرة فسويت نص دجاجة، انتو إذا تحبون دجاجة كاملة. وهنا قليته، لاحظوا شلون مستوي وطعمه فتشي. وهنا النهاية حرفيا كان الطعم يجنن. جربوا بنات.